السلام عليكم ورحمة الله متابعينا. حبايبي الغاليين، اهلا بيكم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. روتين النهارده بقى روتين بسيط خالص، مفهوش اي حاجه، يعني ما عملتش حاجه مخصوصه عشان اصور الفيديو او اي حاجه. لا، ده روتين عادي كده، يوم الطبيعي، حاجات بسيطه خالص هنعملها مع بعض، لان الشقه بتاعتي يعني نضيفه وكده، فايه هنعمل الحاجات الضروريه اللي احنا بنعملها كل يوم. تابعوا بقى معايا الفيديو للاخر، بس لو اول مره تشوفيني اعملي لايك، وكمان اتاكدي انك مشتركه في القناه وفعلي الجرس عشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك على طول. يلا بينا نبدا بقى الفيديو على طول. كان عندي بقى حبه غسيل فواتح كده، قلت اشغل عليهم الغساله. هشغل عليهم اول حاجه خالص عشان عقبال يعني ما اخلص اللي ورايا في الشقه وكده، يكون الغسيل خلص، تكون يعني الغساله خلصت وكده، فاطلع انشرهم على طول. وبس. وكان عندي بقى مواعين، شغلت يعني الغسالة، وبعد كده بقى دخلت على مواعين، كانوا حبة مواعين صغيرين، قلت برضه اغسلهم كده معاكم على طول. انا كنت غاسله المواعين من بالليل، كان المطبخ رايق خالص، بس مواعين الفطار بقى وكده، فقلت اغسلهم على طول عشان يعني المواعين ما تتكومش على بعضها وكده. انا صورت لكم الفيديو ده بعد الفطار، يعني بين الفطار والغدا كده، قلت يعني خلاص عشان اخلي الدنيا رايقه واعمل الغدا على طول، مبقاش يعني متعطله على حاجه، تبقى الشقة رايقة وكده. هي الشقة عندي متروقة، بس هو المطبخ والغسيل، وبرضه عندي حبة غسيل كده عايزة اطبقهم، والمطبخ برضه رايق مفيهوش اي حاجة خالص. ساعة ما عملنا الفيديو كده اللي هو بتاع المطبخ، التنظيفة العميقة بتاعة المطبخ، فلسه نضيف يعني لحد دلوقتي، عشان ايدي فيها على طول ما بخليش حاجة تتراكم وكده، فاي حاجة بتتبهدل بروح عاملاها على طول. قلت اطلع اعمل لكم روتين خفيف كده عشان ما اغيبش عليكم، وابقى متواجدة معاكم على طول ان شاء الله. يعني قلت لازم، مش لازم يعني اعمل فيديو مخصوص او حاجة، يعني قلت الروتين اللي انا بعمله كده عادي، يعني الحاجة اللي انا بعملها العادية اطلع اصورها معاكم وانزلها، عشان ابقى متواجدة معاكم على طول وكده. ولو لسه بقى تتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي، ما تنسوش بقى انكم يعني تشيروا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم، عشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، وكمان تكتبوا لي كومنت لو في اي حاجة، يعني اكتبوا كومنت كده عشان نتكلم مع بعض وبس يعني. هتقولي بقى انت عامله كذا ليفه ليه كده، يعني كذا ليفه على الحوض، في واحده للكوبايات وواحده للمواعين العاديه يعني، وواحده برضو اللي هي الزرقاء دي عشان مش خشنه، عاملاها للتيفال والحاجات اللي هي ايه خايفه عليها ان هي تتجرح او كده، فجايبه الليفه دي ليها، والليفه التانية خشنه يعني حلوه قوي، بتنضف ما محتاجش سلك خالص، فهي حلوه يعني. وهنا بقى كنت خلصت المواعين، والبوتاجاز برضو هنعمله مع بعض كده، يعني يعني غسله كده سريعه خالص. هو يعني كان نضيف مفيهوش اي حاجه، بس قلت ايه يعني اغسله كده على طول، يعني تلميعه كده خفيفه على طول. وبس. فانا امبارح بقى كنت يعني طبخه وكده وبتاع، لقيت بقى البوتاجاز يعني فتش عليه كده صلصه وبتاع، فقلت اعمله معاكم كده على طول. بصراحه ما كنتش قادره خالص ان انا اعمله امبارح بالليل، يعني غسلت المواعين وكده، فقلت بقى ان شاء الله بكره الصبح يعني المع البوتاجاز، وقلت يعني عشان المعه معاكم وكده. شايفين بينضف بسرعة ازاي، لان انا ايه يعني مش بستنى عليه، بغسله يعني على طول اول باول بروح غسلاه. حتى برضه ما يبقى مش ورايا اي حاجة او كده، فبفكر في اي حاجة اعملها، يعني هقعد كده يعني من غير اي حاجة. كنا عايزين يعني ناكل حاجة حلوة وكده، فقلت مش عارفة بقى اعمل رز بلبن، بس بصراحة كسلت يعني في الاخر. قلت ادور على حاجة عندي، لو لقيت اي حاجة يبقى ايه خير وبركة، هعملها كده اللي هي السريعة. لقيت عندي علبة ايس كريم، قلت هعملها كده على طول، ومش هتاخد وقت يعني وكده. بس وهي الطريقة بتاعته سهلة خالص، يعني بفضل هو بيبقى فيه السكر بتاعه وكل حاجة، وتحطي بس لبن
او ممكن تعمليه بميه عادي، بس انا يعني حبيت ان انا اعمله باللبن. وبس يعني عملتهم على طول، وقلت برضو بعد الغدا يعني يكون جمد وكده، فيبقى جاهز يعني. بس وممكن تضربيه بمضرب عادي او مضرب كهرباء، اي حاجة يعني، هو بيدوب على طول. هو بس معلش كادر الصورة مش مظبوط شوية، ما خدتش بالي خالص غير بعد ما خلصت الفيديو، يعني حسيت ان الصورة مش ظابطة، والفيديو مش ظابط. بس قلت يعني خلاص بقى، يعني ان شاء الله كده ابقى اخلي بالي بعد كده واظبط يعني الدنيا. بس وبعد كده بقى رحت فضيت الايس كريم بتاعي في كوبايات كده، وحطيته بقى في الفريزر عشان يجمد وكده. بس كده كنت خلصت خلاص المطبخ، يعني كل حاجة عايزة تتعمل في المطبخ خلصتها. طلعت بره بقى الاوض عندي يعني مترتبه ونضيفه وكده. طلعت بره الصاله برضو كنت عاملاها وكده، بس فيها بقى يعني غسيل عايز يتطبق، هساوي كده الانتريه، حتى مش محتاجه ان هي تتكنس لان انا كنت لسه كنساها امبارح. والغسيل ده يعني حبه صغيرين، هما متهيألي كانوا دوره يعني واحده كده صغيره، لميت فيها حبه غوامق وبس، يعني مش مكانش كتير. واهم حاجه برضو عندي ان الدواليب بتبقى متظبطه ومتروقه، يعني اما باجي اعمل مثلا الدواليب او كده مش بحتاج خالص فيها وقت ان انا اعملها، مفيش مثلا غسيل مش متطبق، لا كله متطبق، بس يعني ايه بسوي الهدوم بس، بظبط شكلها كده. لكن كترويق يعني دواليب وكده، وان الدواليب تبقى متبهدله، هو بس دولاب يونس هو اللي بيبقى متبهدل خالص، عشان بيبقى يعني هو تحت وبيفضل بقى يجيب الهدوم ويطلعها وكده، فهو ده اللي يعني هتلاقيه مقلوب شوية. بس انا على طول برضو يعني بطبقهم، وهو يخش برضو يروح قلبهم عادي يعني. قولولي بقى بتعملوا ايه في الوقت الفاضي؟ بجد انا ببقى زهقانه جدا، بس يعني بعمل الاكل واشوف الشقه فيها ايه وكده وخلاص، يعني مفيش اي حاجه خالص بعملها، فالواحد بيزهق. فانتوا قولولي بتعملوا ايه في الوقت الفراغ اللي احنا بنبقى قاعدينه ده، عشان ناخد افكار من بعض، وبس اي حاجه كده يكون فيها طاقه ايجابيه، عشان الواحد يعني يغير مود شويه. ولسه كنت بتكلم على يونس، شافني بطبق الغسيل، راح جاب لي بقى كل الهدوم اللي في الدولاب عنده، يقول لي طبقيها، ويرمي لي الهدوم في الارض، يعني حتى مش بيداني، لا طبقيها امر يعني، ولو ما طبقتش يفضل يعيط، يعني حاجه صعبه خالص. يعني لسه هو ما كملش ال3 سنين وبيمشي كلامه عليا عادي خالص. هنا كنت خلاص بقى طبقت الغسيل وهشيله في الدولاب. بس وبعد كده بقى هسوي الصاله، لو في حاجه مش مكانها هشيلها، وهسوي برضو المخدات كده على طول. هي ما فيهاش اي حاجه خالص، هي ممكن لو في لعب ليونس او حاجه برضو لميتهم كده في بوكس وشلتهم يعني شلت كل حاجه في مكان، يعني كل حاجه لقيتها مش في مكانها فجمعتهم في بوكس كده، وبعد كده رحت مرجعه الحاجه، بس هي اغلبيتهم يعني لعب يونس، شلتهم يعني. هنا برضو هشيل الحاجه اللي على السفره. بص دي برضو نضاره، اتصدمت ان هي الدراع بتاعها كسره، برضو ما كنتش اعرف، ولسه شايفاها حالا فاتصدمت يعني. وهنا خلاص بقى كنت خلصت الصالة، وكانت الغسالة خلصت، لا هنا ما كانتش لسه الغسالة خلصت، بس قلت اطلع امسح البلكونة كده وامسح السور وامسح الاهبال. قلت عشان
يعني ما بحبش انشر الغسيل غير لما يكون البلكونه نظيفه، عشان ايه احافظ على الغسيل ان هو مثلا ممكن يقع في الارض او حاجه فيتبهدل. وهنا بقى كنت شغلت القران كده، برضو اي حاجه كده تدينا طاقه ايجابيه، وبصراحه يعني برتاح لما بسمع صوت القران. وبس، ودخلت بقى مسحت البلكونه كده. نفضتها الاول، نفضت السور ومسحت الحبال، ومسحت البلكونه برضو. بس وهنا برضو كانت الغسالة خلصت كده خلاص، فطلعت بقى نشرت الغسيل على طول. وبس، فهو كان بدري، فان شاء الله بالليل برضو قبل ما انام يعني هلمهم وكده، او ممكن لو هي فواتح يبقى اسيبهم للصبح عشان الشمس يعني تيجي على الغسيل برضو تعقمه انا بحب يعني الفواتح ان هي يعني يجي عليها الشمس. بس وعندي برضو حبة غسيل كده هغسلهم على ايدي، يعني اخلصهم واطلع انشرهم على طول. وبس، هو ده كان روتين النهارده بقى، يا رب يكون عجبكم كده، روتين خفيف كده. ده روتين المرتاحين، يعني بكون مخلصه الشقه، بس هي الحاجات اللي على الوش دي بصراحه بتفرق خالص، يعني على طول كده بتحس براحه نفسيه، والبخور بقى اخر حاجه.